ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل كيكه الكراميل والحليب. عايزين لبن مكرمل او دولسي ديليتشي هنعمله في البيت مع بعض. علبه اللبن المكثف العاديه هنشيل الورقه اللي عليها من بره، وهنحطها في حله كبيره مليانه ميه بحيث ان الميه تكون مغطيه العلبه. نحطها على النار لحد ما تغلي. بعد كده هنوطي عليها خالص ونسيبها من 2.5 ل3 ساعات، وتبصي عليها من وقت للتاني لو احتاجت ميه تحط لها ميه سخنه. بعد ال3 ساعات تطلعي العلبة وتسيبيها لما تبرد خالص وتفتحيها. لونها بقى هيبقى بالشكل ده، وهتلاقيها بقت اللبن بقى متماسك اكتر من الاول. محتاجين بقى ل400 جرام كريمة خفق مع معلقة من الدولسي ديليتشي اللي عملناه ده، مع معلقتين سكر بودر، ونضرب بمضرب البيض لحد ما نوصل للقوام ده. البسكوت بتاعنا بسكوت سادة اي نوع تفضليه، عادي او كاكاو. والقالب اللي هنستعمله بطلناه ورق زبدة، وهنحط البسكوت في اللبن وبعدين نحطه في القالب. الخطوة دي أنا عملتها لأول طبقة بس علشان البسكوت يبقى متماسك في القالب. بعد كده ما حطيتش البسكوت في اللبن، وانتي براحتك برضو عايزة تحطيه أو ما تحطوش براحتك. المهم حطي البسكوت وطلعيه بسرعة. أنا حتى استعملت إيدي بعد كده في البسكوت علشان أطلعه بسرعة عشان يبقى متماسك وما يتهريش مني. دي أول خطوة. بعد كده الكريمة اللي عملناها حطيتها في القمع بتاع الكريمة، وبدأت أحط بقى طبقة بسكوت وطبقة كريمة. ولو ما عندكيش القمع ده استعملي المعلقة عادي وسوي بيها كده الكريمة، مفيش مشكلة. أنا حطيت 6 طبقات لأن القالب اللي مستعملاه عالي شوية. حطيت 6 طبقات بسكوت وبينهم كريمة. براحتك ممكن تقللي الطبقات عن ال6، ممكن تعمليهم 5، ممكن تعمليهم 4، دي براحتك. المهم ان انتي هتحطي بسكوت وكريمة بسكوت وكريمة لحد الكريمة اللي عندك ما تخلص. بالشكل ده كده. بعد ما تخلصي القالب هتدخليه الفريزر مش اقل من 2 ساعات. عملنا بقى اهو، دي تاني طبقة وحطينا تاني كده. خلص هدخله الفريزر زي ما بقولك 2 ساعات. بعد كده هنطلعه ونقلبه. هيتقلب معاكي بكل سهولة علشان طبعا القالب مبطن ورق زبدة، فهيطلع بسهولة خالص. هنشيل بقى ورق الزبدة بالطريقة دي كده، وهنبدأ نزين الوش. هنزينه طبعا بالدولسي ديليتشي اللي عملناه، حطيته برضو في القمع كده وعملت نجوم. طريقة بسيطة خالص، وكيكة حلوة قوي ما اخدتش وقت خالص معانا. وسكرها معقول، السكر كله متركز في اللبن المكرمل او الدولسي ديليتشي اللي فوق، لكن الطبقات تحت سكرها معقول جدا. انا مش حاطه الا 2 سكر بودر، معلقتين. قطعناها بقى اهي، شايفه طبقاتها جميله قوي. البسكوت واضح كده والكريمه واضحه وطعمها حلو جدا، هتعجبك قوي. وزي ما بقولك ما اخدتش وقت معانا خالص، وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، وباي.